هنايا البنات الشوربه ديالي راه كطيب، وغادي نرافقها مع الكراتان ديال البروكلي مع البطاطا. ونبدا بسم الله على بركه الله. غادي نقطع هذا البروكلي وغنغسلو مزيان ونديرو يتسلق. ما غاديش ندير ليه الوقت طويل، 3 دقائق حتى 4 دقائق ماكسيموم، وغادي نحيدو وغادي ندير حتى البطاطا هي تسلق، ونتلاقاو في المرحله المواليه باذن الله. هنا البنات راه البطاطا درت لها نص سلقه وقليتها. بغيتو ديروها مسلوقه ديريكتومون ديروها حسب الذوق ديالكم. انا كتعجبني هكا بهذه الطريقه، كتكون مقليه كتعطي واحد شويه ديال البنه. هي ان شاء الله غادي نديرها مع البروكلي، وغادي ندير البيشاميل وندخلهم الفران باذن الله. من بعد ما قليت البطاطا راه غادي نضيفها فوق من البروكلي. صافي دابا غادي نضيف عليهم لا بيشاميل. هنا البنات لاصوص لا بيشاميل غادي نديرها فوق من الكراتان. انا فضلت ندير معها شويه ديال البصله باش تعطي واحد التنسيمه زوينه. هنا درت البصله ترخى واحد شويه، غادي نضيف عليها 2 معالق كبار ديال الزبده، 2 معالق كبار ديال الدقيق، واحد كاس كبير ديال الحليب، وغادي نسمها بالملحه والبزار، شويه ديال الثومه بودر وشويه ديال البصله بودر. غير الذوب لي الزبده غادي نزيد لها واحد 2 معالق كبار ديال الدقيق، وغنحمرهم واحد شويه حتى هو يتخلط لي معاهم، عاد نزيد الحليب باذن الله حتى يطيب لي ويعقد لي الخليط. وغادي نزيد عليهم المنسمات اللي غادي الزبده راه دابت، غنزيد واحد 2 معالق ديال الدقيق الابيض. بسم الله. ولا ديروا نشا، نديرها بالفورس احسن. غنحركها هكا مزيان. غادي نزيد الحليب بارد شويه بشويه. صافي غنبقى نحرك حتى يتطلق لي الخليط، ما يبقاش مكور، تطلق مزيان. راه عاد تحركوا راه يتطلق، هو ما توقفوش يديكم من التحراك. صافي تبقاو تحرك هكا. نزيد الكميه اللي بقات. صافي دابا غادي نحرك مزيان حتى ما يبقى ليش مكور. افترضوا انه تكور معك البنات ولا شي حاجه، صفيه حركيه مزيان هكا. فاش بغيتي قبل ما ديريه في لاغوسيت ديالك صفيه. نسمع بشويه ديال الثوم بودر. بسم الله. شويه ديال البصله بودر. صافي الملحه والبزار حسب الذوق. اللي كيبغي الكوزه ممكن يدير عليها واحد الرشه خفيفه ديال الكوزه. انا غادي نزيد عليها الكوزه. البنات راه عندي الكوزه مطحونه مقاده، غير راس المعلقه، غير هاد شويه. بسم الله. صافي دابا غادي ما نزقاش من التحراك. راه الخليط راه بدا تيعقد. صافي دابا الخليط راه عقاد ليا. غادي نطفي عليه وغادي نديرو فوق الكراتان وندخلو ان شاء الله الفران. لاصوص ديالي راها وجدات، غادي نكبها دابا. بسم الله. نكب عليه كامل حتى يتغطى لي كله من الفوق، وغندير عليه الفرماج. ندير عليه الفرماج. استعملوا اي نوع نتوما عندكم
صافي وندخلو الفران باذن الله. فوالا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم. كيجي لذيذ وصحي وخفيف وبنين الصراحه. كانت هذا هو الطبق ديال اليوم، كنتمنى ينال اعجابكم. شهيه طيبه للجميع. دمتم في امان الله.